تعال اقولك على اقوى 3 حاجات في الدفاع 90% من لاعبين بيس مش بيهتموا بيها، وهي بس من اعدادات المحترفين. فاول حاجه مصيدة التسلل تكون مقفوله. ده بالنسبه لخط دفاعك، لو عندك ظهير مهاجم اهم حاجه تحط جنبه لاعب بناء لعب، وجنب اللاعب بناء لعب يكون لاعب محطم. ولازم عشان تكمل خط دفاعك يكون عندك لاعب دي ام اف باسلوب لعب ارتكاز. وتالت حاجه واهم حاجه هي المهارات. اهم 4 مهارات عند المدافع لازم يكونوا عنده. انصحك ما تلعبش باي مدافع غير لما يكون عنده المهارات دي. اول مهاره هي مراقبه لاعب، وديت بتفيد اللاعب لما تعمله مراقبة على مهاجم الخصم عشان يقدر يعمل بلوك عليه لأقصى درجة. تاني مهارة هي الكرة المقطوعة، مسؤولة عن الاستجابة السريعة للتمريرات واعتراضها بمعدل أعلى. وتالت حاجة هي مهارة المعيق، وهي المسؤولة عن الاستجابة السريعة لتصدي المدافع لركلات الخصم ده بمعدل أعلى للشوط اللي بيشوط عليه الخصم اللي قدامه. رابع وآخر مهارة هي قطع الكرة بالتزحلق، وهي اللي بتخلي المدافع يعمل تاكلينج بدقة أكبر تقليل من حدوث مخالفة. فأهم حاجة تتأكد إن المدافع بتاعك مع المهارات دي. أنا في فيديو جاي عشان نجرب كل حاجة على أرض الملعب. متنساش تحط لايك وتشترك في القناة علشان نكمل في السلسلة دي. وبس كده.